السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم الراقي الجزائري هاني، حياكم وبياكم الله بتحية الإسلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. أما بعد، أردنا اليوم أن نتطرق في هذا المجلس وفي هذا الموضوع على الإنسان الزوهري. وهذا الإنسان الزوهري هذا الصنف من الأصناف الذي يتكلم عليه الكثير من الرقاة في هذه الآونة الأخيرة، وكما رأينا في هذه القنوات الكثيرة التي كثرت في الحديث عن هذا الصنف من البشر. وخاصة أردنا أن نحذر عن أشباه الرقاة الذين يتكلمون ويخوضون في هذه المواضيع، ومنهم أيضا النساء. تجد نساء كاسيات عاريات يتكلمون ويخوضون في هذا الصنف على الإنسان الزوري. والله ما رأيت أكبر فتنة في هذا المجال وفي هذا الإنسان الزوهري الذي أصبح الآن الكثير يخوض في هذه المواضيع بدون علم. ونجد أيضا في هذه القنوات أن هذا الصنف من البشر ومن أشباه الرقاة لهم متتبعين بكثرة بالآلاف، ولا نقول بالمئات أو العشرات، بالآلاف. وتجد منهم قلنا نساء كاسيات عاريات ويتكلمون الإنسان الزوري وفك التابعة والحسد والعين وإلى آخره والعياذ بالله. وأيضا أشباه الرقاة الذين يسمون أنفسهم راقي نوراني ويخوض في هذا المجال، وأيضا عند تسجيل المقاطع الفيديوهات أيضا ينزل معها أصوات معازف. هذا الشيء لا ينطبق مع الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومع شرع الله عز وجل. أردنا أن نحذر هذه الفئة ألا تغتر بهذا الناس ومن فتنة الشيطان ومن فتنة إبليس الملعون والعياذ بالله. من أراد أن يفهم عن هذا الإنسان الزوهري بكل اختصار، سنتكلم عن الإنسان الزوهري بكل اختصار ولا نخوض فيه ونتكلم عن أشياء كثيرة. أردنا أن نتطرق في نقطة محددة. من هو الإنسان الزوهري؟ الإنسان الزوهري بالنسبة لي أنا الراقي الجزائري هاني الذي يشخص هذه الحالات. الإنسان الزوهري يعتبر بالنسبة لي هو إنسان وسيط روحي بين عالم الجن والإنس. الإنسان الزوهري وسيط روحي بين عالم الإنس والجن، لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا إلا بمشيئة الله عز وجل، إلا بمشيئة الله عز وجل، والباقي استدراج. وما يدريك أن هذه إن كانت رفقة صالحة أو لا، وما يدريك إن كانت رفقة صالحة أو معها ماسونية أو معها نصارى أو معها جن منافق وإلى كثير. وما يدريك لعل أن تكون استدراجا لك وتقع في المحظور والعياذ بالله. وتكلمنا مرارا في أحد الفيديوهات في اليوتيوب على الإنسان الزوري والجنود. هذه الرفقة حتى إذا كانت تكون بقدر الله عز وجل، حتى إذا كانت سندا لهذا الإنسان، ستكون بمشيئة الله عز وجل وبقدره وبدون علمك، لأنك لا تراهم يقاتلون. منهم من يقول أنا عندي من يقاتل معي، عندي جنود من الجن المسلم يقاتلون ولهم رماح ولهم كذا، العياذ بالله. هذا استدراج وفتنة. وتجد كثيرا من هذا الصنف من الرقاة ومن المتتبعين أي إنسان يكون ضعيف في العقيدة وفي المنهج النبوي يستطيع أن يقع في المحظور والشرك والعياذ بالله.
لأن الله عز وجل قال: وإذا اختلفتم في شيء فردوه لله ولرسوله. إذا اختلفتم في شيء فردوه لله ولرسوله. الكتاب والسنة، الكتاب والسنة، لأن يستطيع هذا الإنسان أن يقع تدريجيا في المحظور والشرك والعياذ بالله. الله عز وجل قال لنا في هذه الآيات البينات، أردنا أن نجزم في هذا الموضوع. قلنا الإنسان الزهري وسيط روحي بين عالم الجن والإنس. الله عز وجل ماذا قال؟ هذه نقطة على الكثير الذين يقولون أن معهم جن صالح ومسلم وكذا 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 ويقاتلون، هذه الأشياء كلها استدراج من الشياطين. قال الله عز وجل محذرا، وإذا حذر الله عز وجل في كتابه أعلم أن هذا الشيء سيكون عظيم، سيكون عظيم. الله عز وجل قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليوارهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، للذين لا يؤمنون. الله عز وجل حذر، قال في بداية الآية مخاطبا: يا بني آدم، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان. أعظم فتنة على بني آدم هي فتنة الشيطان. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان. ثم قال في تواخر هذه الآية ماذا قال؟ إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. الله عز وجل قال: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. كيف تعلم إن كانت هذه الجنود مسلمين وصالحين وإلى آخره؟ وما يدرك لعلهم شياطين وأبالسة وماسونية أو نصارى وإلى آخره. الإنسان لا يخطر بهذه الأشياء. الإنسان الزهري حسب تشخيصي أنا لك ناصح أمين، الإنسان الزهري يعتبر إنسان، ركز معي، إنسان وسيط روحي بين عالم الجن وعالم الإنس. وهذا الإنسان أعظمهم فتنة الشياطين. تستطيع أن تستدرجك الشياطين تدريجيا وتقع في المحظور، لأنك إنسان وسيط روحي بين عالم الجن والإنس. الإنسان لا يخطر بهذه الأشياء، لأن الله عز وجل قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. إن أراد الله عز وجل بك سوءا فلا عاصم لك من الجن أو الإنس أو الملائكة، وإن أراد الله بك رحمة أو خيرا فلا راد لقضائه سواء من الجن أو الإنس أو الملائكة. كل شيء ملتمس بقدر الله عز وجل. حتى إذا كان نحن نعلم أن هذا الإنسان الزهري له رفقة متوارثة لأنه إنسان وسيط روحي بين عالم الجن والإنس، لكن هذا الإنسان لا يخطر بهذه الأشياء كي لا يقع في المحظور. الله عز وجل قال: محذرا من فتنة الشياطين. والآية استدلت عن هذه الأشياء. الإنسان لا يبحث عن هذه الأشياء، أريد جنود، أريد كذا، أريد كذا، أريد كذا. ومنهم من يقول: أنا أفك وأنا أقطع. أنت لا تقطع ولا تفك ولا تفعل أي شيء. الذي يفعل هو الرحمن، الذي يفعل هو علام الغيوب، الذي يفعل، الذي قال جل وعلا في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كلها بمشيئة الله عز وجل. الإنسان لا يتطرق إلى هذه الأشياء، لأن تستطيع أن تكون استدراجا لك من الشياطين
وتقع في المحظور والشرك والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية، والإنسان لا يختار بأشباه الرقاة، وهذا الصنف من النساء الكاسيات العاريات الذين يخوضون في هذه المواضيع على الإنسان الزهري. تستطيع تدريجيا إلى كل إنسان ضعيف في العقيدة وفي المنهج وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يقع في فتنة الشيطان وفي المحظور والشرك والعياذ بالله. نسأل الله رب العرش العظيم العفو والعافية. السلام عليكم.